السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كل حبايبي داخل مصر وخارج مصر؟ دلوقتي يا حبايبي ام زياد جايبه لكم فيديو جديد. ايه فيديو جديد؟ جمبري الغلابة. ايه هو جمبري الغلابة؟ طبعا انا عملت لكم حبايبي البسارية صينية، عملتها صينية، فانا طبعا هقليها زي الجمبري. اهي يا حبايبي، اهي بصوا طريقة الجمبري. بص اهو، قد الجمبرية الصغيرة، وما بتتقلي بتبقى عاملة زي الجمبري. هتعملي ايه يا ام زياد؟ في ناس بيحطوا عليها فلفل وتوم، اللي هو التوم الفريش والكلام ده. لا، انا هعملها بقى بطريقه سهله، وانا زي ما قلت لكم انا بعمل حاجات سهله عشان حبايبي اللي ممكن يكسروا عن الحاجه وبتبقى بالنسبه لهم صعبه. ليه يا حبايبي؟ انا هعمل بطريقه سهله جدا. هتعملي ايه يا ام زياد فيها؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هنا ملح، ملح. هنا كزبره، كزبره حبايبي. الكزبره روح السمك، الكزبره والكمون روح السمك. فانا يا حبايبي اوريكم بقى اهو. هنا طبعا الملح اهوت، اللهم صل على النبي. انا غسلاها وحطها في مصفى، غسلاها كذا غسله وحطها في مصفى عشان تصفي لو فيها اي حاجه ميه يعني وكده، وغسلاها غسله كويسه. وطبعا احط بقى ايه؟ الملح، كزبره، توم باودر. توم باودر ليه يا ام زياد؟ التوم الباودر بيمسك فيها امر من التوم الفريش. التوم الباودر بيمسك فيها امر من التوم الفريش اهو يا حبايبي. فانا يا حبايبي كده، وكمون اهو يا حبايبي. الطريقه دي هتعملي ايه يا ام زياد؟ هقلب طبعا فيها كده حلو، هتبقى بتقليبه كده جميله كده. بص يا حبايبي اهي، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اكله الغلابه واكله الناس اللي بتحبها اهي يا حبايبي. تاني حاجه، انا عملت كل حاجه بودر عشان يمسك فيها. لو لاحظتوا هتلاقوه ماسك فيها، لكن التوم التاني مجرد ما انت تمسك البسريايه وتعملها في الدقيق بيروح طالع منها، او بتيجي تقلي بيطلع منها. فانا حبيت اوريها لكم انا بعملها ازاي. اهي يا حبايبي، طبعا ليمون اهو، كل ده بالنظام ده اهو يا حبايبي كده. ليمون بردك اهوت اهو، اهو. وحطها في مصفى عشان لو فيها اي حاجه ميه ولا حاجه تصفي، على حيث ان لما اجي اعمل في قلب الدقيق ما بتبقاش مكلكعه، تبقى الواحده بوحدتها. فخليكم معايا وانا بقلها هوريها لكم. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم طبعا بعد ما عملت تبلت قدام لكم البساريه وكل جمبري الغلاب. تعملي ايه يا ام زياد؟ اتنين في اتنين كده اهو يا حبايبي كده اهي، عشان هي كبيره اهي، اهي يا حبيبتي. انا عامله طاسه صغيره اللي بقلي فيها عشان ما تاخدش زيت كتير مني اهو، عشان خاطر الزيت يا حبايبي اهو كده يا حبايبي. طبعا انا عامله المصفى الدقيق عشان الدقيق ما يحرقش ايه الزيت. بصوا انا بعمل كده اهي بالطريقه دي. بصوا يا حبايبي اهو كده اهو كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمعين. اهي يا حبايبي اهي، بروح احطها كده واخد بقى منها عشان الدقيق ما يحرقش ايه الزيت. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. انا ما بعملش زيت كتير، وخصوصا لما اجي اعمل السمك على حيث ما ايه كده كده ايه الزيت بيترمي، فاختار ان انا ارميه اهو يا حبايبي. اللهم صل على النبي اهو يا حبايبي اهو. ما بتاخدش حاجه يا حبايبي، وده في نفس الوقت حاجات رخيصه اهو. اهو حبيبي كده اهو. دلوقتي يا حبايبي شوفوا هقليها وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما قليت البسارية اهي يا حبايبي اهي. جمبري الغلابه، جمبري الغلابه اهي يا حبايبي. بصوا ما شاء الله. عاوزاها ناشفه حاولي تخليها على البوتاجاز شويه وهتنشف معاك، عاوزاها طريه انت براحتك انت اهي يا حبايبي. يا رب يعجبكم الفيديو ده
دي حاجة بسيطة. ده يا حبايبي الكيلو جايباه ب25 جنيه. الكيلو ب25 جنيه انا جايباه. طبعا ايه في القاهرة، الله اعلم بقى في الارياف بكام. فانا حبيت اقول لكم بردك ده كيلو ب25 جنيه. هتاكلوا وتشبعوا انت وولادك جنب بطاطستين، جنب سلطة، جنب ترشي، وتظبطي الدنيا جار منه. يا رب يعجبكم الفيديو ده. وحاجة الغلابة احلى حاجة. واقول لكم حبايبي ما تنسوش الاشتراك، فعلوا الجرس، واللايكات طبعا. وبشكر كل حبايبي داخل مصر وخارج مصر، وربنا يديكم اللي نفسكم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي.